لما نتكلم عن محبين الجيمنج والالعاب لازم يكون معاك موبايل متكامل، جودة شاشة عالية 2K، تردد عالي 144 هرتز، ومقاس كبير جدا 6.82 انش. من الاخر شاشة مخدوم عليها جدا، وفوق كل ده مريحة جدا للعين، مع معالج قوي جدا سناب دراجون 8 اليت، واكيد محتاج بطارية كبيرة جدا. فعندك بطارية 6150 ملي امبير تكفي احتياجك وزيادة. ولو مهتم بالشكل فانت عندك RGB حوالين الكاميرات، اشعارات، شحن، لعب، زي ما تحب، مع مساحات تخزين كبيره، تردد عالي جدا. من الاخر موبايل ما فيهوش غلطه، وده صعب تلاقيه تحت $600 وبوزن معقول. وهنا كان دور ان اجيب لك موبايل فيه كل ده بسعر $560 بس. اكيد عرفته، هو الفيفو IQ00 13. هنعرف عنه كل حاجه بالتفصيل ونقارنه بالجيل القديم. مستني ايه؟ اللايك والاشتراك اتعمل خلاص، يلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع المعالج الجديد سناب دراجون 8 اليت بدقة تصنيع 3 نانومتر، وعلى تقييم انتوتو عامل 2,760,000 نقطة. مش اعلى رقم في المعالج بس حلو، مع تردد عالي جدا 144 هرتز، سريع وسلس جدا في الحركة والتنقل، وخصوصا مع السوفت وير الجديد جميل. في الالعاب بيقدم تجربة محترمة جدا مع معالج الرسوميات وتحديدا ببجي، معاك 120 فريم مع حرارة مقبولة جدا في اللعب، وتجربة صوت ستيريو هتعجبك جدا. لو بصينا الشاشه هتلاقي فروقات واضحه جدا عن IQ00 12، بقت من نوع 8T LTPO OLED. نسبه الشاشه لجسم الموبايل من 89.6% بقت 90.2%. حلو. الشاشه كيرف رباعي كانها فلات بس باحساس شاشه كيرف. طبقه الحمايه من نوع سكوت اكسنزيجن الفا. مقاس الشاشه بدل 6.78 انش بقى 6.82 انش، والجوده من 1.5K بقت 2K، والسطوع مش مؤكد 3000 شمعه ولا 4500 شمعه. اتاكد وقت في الكومنتات. ومع دعمها للاي اي وشهادات حمايه العين والجفاف، معدل تعتيم الشاشه 2592 هرتز، وخلوا البصمه اوبتيكال بدل التراسونيك، ودي موجوده في اغلب الموبايلات الجديده. سرعتها افضل واسرع. فمن الاخر كده شاشه مخدوم عليها جدا، والتصميم في شغل واضح جدا هو نفسه، بس عمل لك RGB حوالين الكاميرا وغيروا مكان الفلاش، فمدور كبير جدا وواضح، ونازل بكيرف خفيف لحد الفريم الالومنيوم وهو مسطح بالكامل، بس هتلاقي كيرف خفيف من عند الشاشه. والاجمل ان السمك قل من 8.1 مللي بقى 8 مللي، فرق مش كبير لكن مقارنة بالمنافسين حلو جدا. والوزن من 204 جرام بقى 213 جرام، ممكن بسبب البطارية الكبيرة. والاجمد انه بقى بيدعم مقاومة مياه اعلى، معيار IP 68 و69. واللي عجبني اكتر هو الRGB، بقى منتشر كتير الفترة دي، ويعرفك الاشعارات، الشحن، اللعب، حلو جدا. وبيدعم شريحتين نانو، 5G، واي فاي 7، بلوتوث 5 و4، خاصية تأخير الصوت من الاصدار الخامس، مع NFC وIR بلاستر خاصية الريموت، ونظام شبكات بقى قوي وحلو جدا. نقلة كبيرة في السوفت وير، نزل بالواجهة الجديدة فان تاتش 15 للاصدار الجلوبال، واوريجين OS 5 للاصدار الصيني، والاثنين مع اندرويد 15، وبيدعموا 4 تحديثات رسمية حلو جدا، مع ميزات AI وشبيه دايناميك ايلاند، تسخينه بالملي من الايفون، وسرعة في الحركة والتنقل، وفتح وقفل التطبيقات بمساعدة المعالج والتردد والسوفت وير، افضل من الجيل القديم، بقى سلس وسريع اكتر. وما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس، واي كلمة حلوة تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد. الكلام ده مش هوصيك، وكفايه كده. ويلا نشوف الثلاث كاميرات. الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 50 ميجا زوم مع مثبت بصري و2 اكس اوبتيكال، مفيش بيروسكوب، والاخيره 50 ميجا الترا وايد. حلو، تفاصيل والوان مقبوله، صوره حلوه ومظبوطه جدا، بس لون السما مش موضح اي تفاصيل، لكن المبنى والعربيات تمام جدا، كويس جدا ومطلع تفاصيل حلوه، لكن برضه السما مش واضحه، عباره عن ضوء، وتحس الالوان اغمق درجه. نفس الفكره في الالوان والتفاصيل، ونفس مشكله السما. مع ضوء الشمس وضح التفاصيل المبنى كويس، الالوان تحسها غامقه شويه مع تفاصيل حلوه. في نايت مود غامق زياده، وده غريب من فيفو. الطبيعي بتطلع افضل صور باضاءه ضعيفه زي الفيفو اكس 200 برو. مثال تاني، الصوره دي مش حلوه وتحسها مبكسله، مع وجود ضوء هتظهر تفاصيل افضل واوضح. على العناصر كويس، وزي هنا موضح جدا تفاصيل الشجره والجذوع، لكن الورق مش قد كده. الصوره دي من اسوأ ما يكون، مفيش تفاصيل غير اللوحه بس. الزوم حلوه في النايت مود، مطلع تفاصيل مقبوله لكن الوان اغمق. الصوره حلوه بس ضوء زياده تحت ومش محلله صح. الضوء تمام لكن الالوان غامقه درجه. في النهار حلوه ومطلعه تفاصيل كويسه جدا، وبرده درجات لون واضاءه اغمق درجه. الصوره دي نفس الفكره بس الضوء عالي. وفي
عزل كويس جدا مع فلاتر الوان وموضح الجسم كويس بدون اي زيادات. الالترا وايد مقبوله، هي مش افضل حاجه ومش افضل جوده ووضوح بس كويسه وكفايه صور. وتعالوا نشوف تصوير الفيديو. هو بيصور 8K 30 فريم 4K 60 فريم كويس جدا في الاثنين وثابت كفايه في الحركه والمشي والفوكس سريع جدا. والسيلفي معاه كاميرا 32 ميجا بكسل حلو جدا ومحلل الضوء والوش كويس بتفاصيل مقبوله جدا كويس برضه بس تفاصيل الوش مش افضل حاجه. بيصور فيديو 4K 60 فريم كويس جدا كتفاصيل وحلو لكن في المشي والحركه مش هفضله. والبطاريه فيها ميزه حلوه جدا، بدل ما كانت 5000 ملي امبير بقت 6150 ملي امبير ومن نوع سيليكون كربون حلو جدا مع نفس الشاحن ال 120 واط وبيشحن في متوسط نص ساعه، مناسب جدا لحجم البطاريه الكبيره. نزل لك بنسختين رام 12 و16 زي الجيل القديم وبتردد اعلى 5333 ميجا هرتز ومساحه التخزين من نوع UFS 4.1 ده اعلى نوع نازل حاليا وثلاث نسخ 256 جيجا 512 جيجا و1024 جيجا. مش بيدعم تركيب كارت ميموري. باختصار انا لا اعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. صراحه عجبني البطاريه الكبيره والشاحن لكن ما عجبنيش الكاميرات خصوصا لو انت مهتم بالكاميرات والتصوير. عجبني المعالج نزل بتطوير كبير عن الجيل القديم. عجبني الجوده ال 2K مع تردد عالي 144 هرتز. عجبني الشاشه الجديده وطبقه الحمايه الاقوى لكن ما عجبنيش السيلفي في تصوير الفيديو خصوصا الحركه. عجبني سوفت وير جديد والسطوع العالي لكن ما عجبنيش انهم شالوا الكاميرا البيروسكوب زوم وبقت زوم عاديه. والافضل مقاومه المياه معيار IP 68 و69 لكن ما عجبنيش ان مفيش تركيز ليزر وتحس اهتمامهم بس بفئه الجيمنج. سعر مقبول جدا لجيمر مش عايز موبايل عالي. نسخه ال 12 مع 256 جيجا في الصين بسعر $560 بس، ده لو وصل عندك قول 650 ل $700 وده كويس. ومقارنه مع المنافسين فهو حلو وبيقدم افضل قيمه مقابل سعر لفئه الجيمر. من رايي الشخصي افضله لو انت مهتم بالالعاب او بتقدم محتوى جيمنج هيكفي معاك والزياده. وقبل ما تشتريه خلي بالك من العيوب، مهم تركز فيها وتشوف مناسبه ليك ولا لا. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات. تعبت جدا عشان اجيب لك كل المعلومات دي صح وفي اقل وقت ممكن. ولازم تكون عندي على فيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تكي في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال. سلام.